بحسب الموقع الفرنسي فورت ميركاتو، فإن إدارة نادي أولمبيك مارسيليا عادت من جديد للاهتمام بملف 60 أوناحي لاعب نادي أونجي الفرنسي. كشف الموقع المذكور أن أوناحي يفضل الانضمام إلى مارسيليا على حساب الأندية التي أبدت رغبتها في التعاقد معه كنابولي وإنتر ميلانو الإيطاليين وليدز يونايتد الإنجليزي. بينما أكدت قبل قليل الصحيفة الفرنسية ليكيب أن إدارة أونجي التي يلعب لها أوناحي قد اتفقت مع نظيرتها أولمبيك مارسيليا حول انتقال اللاعب 60 أوناحي بصفقة تبلغ 10 بليون يورو، ووفق عقد يمتد ل4 سنوات ونصف. وهكذا يكون مارسيليا قد ظفر باللاعب المغربي الذي كان معجب به قبل حتى سطوعه بالمونديال القطري، ولحد الآن ليس هناك شيء رسمي. وبالختام نتمنى التوفيق لجميع محترفي المغاربة. في أمان الله ومع السلامة.